السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني والله، وحشتوني جدا جدا. انا على فكرة الاحداث اللي حاصلة دي اكيد لاهية الكل، اكيد لاهية الكل. انا مش عارفة اعمل حاجة من فرحتي، والله لا. من فرحتي، انا فرحانة، انا فرحانة. ربنا يغيث اهل غزة، ربنا يغيث اهل غزة ويحوش الشر عنهم يا رب. يا رب يسمع مني ومن الناس الطيبة كلها، يرحمهم برحمته، عشان الأمور زادت عن حدها والله. وسبحان الله العظيم، دي من عند ربنا يا جماعة. اللي بيحصل ده من عند ربنا، مش من عند حد. جاله تمثيليات وجاله مسرحيات وجاله، لكن ده من عند ربنا. على فكرة، لا إيران كانت عايزة تحارب ولا إسرائيل كانت عايزة تضرب إيران، بس سبحان الله العظيم، له في ذلك حكم. ربنا هو المدبر الوحيد في الكون. إذا قال لشيء كن فيكون. تدبير ربك، مش تدبير بني آدم على وش الأرض. لا يمكن حد هيقول لي كان هيحصل كده في يوم من الأيام وحد هيصدق. مع العلم أنا متوقع، وده توقعي الشخصي، توقع الشخصي، إن الغرب هيدق إيران. أصلهم لا يمكن هيسمحوا القوة عربية إسلامية إنها تعمل كده، بغض النظر بقى عن التصنيف التاني بقى اللي في دماغ الكل. فاهمين انتوا؟ مش هتسمح لها، مع انها سمحت لها انها تخرب البلاد وتعمل، بس مش هتسمح لها. في الاخر، في الاول وفي الاخر مسلمه، هيتكالبوا عليها. ده حلاوه روح اللي بيحصل، ده حلاوه روح. بس حتى لو حلاوه روح احنا فرحانين، عشان اهل غزه ياخدوا نفسهم شويه. ويا رب، يا رب ما يحصل اللي في دماغي، يا رب ما يحصل اللي في دماغي، ويرحمهم ربنا برحمته، ويرحمهم ربنا برحمته. وهقول ايه؟ ربنا كبير، يصحي القلوب ويوحد الأمة. قادر يا رب على كل شيء. بعد السلام عليكم، وبعد ما وحشتوني وكل حاجة. طبعا عايزين كمالة القصة اللي أنا قلتها، وأنا قلت لكم قبل كده إنها مش قصة، وإنها حقيقية. وعشان المقدمة اللي أنا قلتها دي الطويلة خالص دي، فأنا هختصر الكلام النهاردة على قد ما أقدر، وهجيب لكم من الآخر. والبنت حصل فيها إيه لما راحت هي وأمها. أمها طلعت السلالم ولقيت مفاجأة كبيرة 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 خالص، لا يمكن حد هيصدقها. احنا طبعا متوقعين ان ممكن يكون ايه، البيت ماشية مش كويس ودعارة والتمام والكلام ده كله صح، وانها بتجيب البنت دي تقعدها تحت وهي تطلع وحاجات مش كويسة تحصل صح. لا، اللي حصل غير كده خالص، وعمركم ما هتتخيلوه والله. الست طلعت لقيت باب يمكن اديله 120 سنة، باب قديم، مش محدش يتخيله. بيت كأنه بيت من اديله 150 سنة. الباب مكفول، الباب عليه قفل. انتوا متخيلين؟ الباب عليه القفل. طب البت بتطلع السلم ازاي؟ وشوية وتنزل ازاي؟ الام فضلت تخبط 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 على الباب، محدش فتح لها، محدش فتح لها. الام كانت، الام ماشيه مع ورا بنتها وشايفه بنتها وشايفه البنت وشايفاهم لما دخلوا الباب، وبعد لحظات دخلت وراها. يعني مش هقول لكم مثلا بعدها بمده ولا لا، شايفاها. ده اللي هيعفرت الدنيا وهيعفرت الام. المهم بعد ما خبطت والكلام ده كله ما لقيتش حد، نزلت تجري، خدت بنتها وجريت، خدت بنتها وجريت من السلمة، من البيت. ما هنبص، يا هتتعفرت يا هتضرب، يا حاجة من الاتنين. خدت بنتها وجريت البيت، وقالت لبنتها اياك تعرف البنت دي تاني، وياك 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 وياك. المرأة جالها صرع، بنتها مش مصدومة، مش عارفة يعني امها بتكذب عليها ولا تصدقها ولا مش عارفة، لان ده حقيقة واقع، حقيقة قدامها. ازاي تكذب امها ولا تكذب البنت؟
المهم روحوا وقعدوا يتكلموا مع بعض، والمرأة الأم جالت لبنتها والبنت جالت لأمها، وإذ هما بيتكلموا الباب بيخبط. الباب بيخبط، وإذ بمين؟ البنت. بصت الأم من العين السحرية اللي جيت البيت. البنت مين؟ اللي هي كانت في البيت، اللي طلعت السلم، اللي الأم طلعت وراها ولقيت الباب مقفول. طب دي مين؟ وبتعمل كده ليه؟ وجت لبنتي ليه؟ الأم ما رضيتش تفتح. الأم ما رضيتش تفتح. في صدمة، في كارثة، في حاجات كتيرة جدا انتوا مش متخيلين ومش حاسين. القصة دي حقيقية، القصة دي حقيقية حصلت. المهم برضو مرضوش يفتح والكلام ده كله. جت تاني يوم وخبطت. الأم فتحت لها المرة دي ودخلت للبنت، سلمت على الأم والكلام ده كله. يا طنط فين كذا وكذا وكذا؟ قالت لها عايزة ايه يا بنتي؟ قالت لها انا اخدتها معايا وكانت معايا وفجاه ما لقيتهاش. طب سابتني ليه ومشيت ومش عارفه ايه؟ قالت لها يا بنتي انت مين؟ انت اللي مين يا بابا؟ قولي لي بصراحه انت اللي مين؟ البنت قالت لها يا طنط ما انت ما عارفاني وانا داخله عندك وطالعه عندك والكلام ده كله، ازاي ما تعرفنيش؟ الام في ذهول تام تام تام. وحصلت مفاجاه من العيار التقيل اللي لا يمكن حد هيصدقه.